السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين البترول؟ وين الفوسفات؟ وين الملح؟ برشا ناس قاعدة تهجم علينا يقولوا لنا تونس لا عندها لا بترول لا عندها ثروات باطنية. باهي نحسب روحي بوهالي ونتبعكم للآخر. أما 124 شركة تاع تنقيب على البترول في تونس فاش يعملوا؟ باهي نفط في تطاوين، نفط في مدنين، نفط في رمادة، نفط في البرمة، نفط في خليج جابس، نفط في تزركة، نفط في القصرين، نفط في بوحجلة من ولاية القروان، غاز في صفاقس. هذا الكل ما عندناش بترول. وين فلوس الشعب؟ احنا ما قلناش انه تونس تعوم على بحر من البترول. يا خويا انا بينا وصلينا عليه. يجيش مخزون تونس الكل دبوزه بويتره ونص؟ احنا حشتنا به. انا واحد من الناس نحب نبرفن بيه في الصباح. بطبيعتي نموت على ريحه ليسانس. الحكايه حكايه مبدا. ماناش طالبين نكونوا كيما قطر ولا كيما الامارات ولا كيما البلدان الغنيه من البترول نتاعها. اما زاد ثم رزق ناس وثم ثروات نتاع وطن يستنفع بها المواطن الزوالي، نبنيو بها سور مدرسه، نبنيو بها مستوصف، خير من اللي تمشي في جيب السراق يا وما ننسوش ثروتنا في الملح زاد. ملح في صبخة العذيبات من انقى وانظف انواع الاملاح في العالم الكل ويتباع في الفارماسيات. صبخة العذيبات مستغلتها فرنسا مع عام 46 بعقد بفرنك الهكتار في العام. المشكله مش انا، المشكله انه حتى الفرنك هذاك من عام 46 توا ماناش خالصين فيه. وتوا نمشيو للغاز. الغاز اللي قاعده تنتج فيه شركه بريتش غاز من حقلنا ميسكار في ولايه صفاقس. الغاز هذايا اللي هي تنتجه ومن بعد تبيعه للستاج ونشروه احنا بالعمله الصعبه، معناها غازنا ونشروه بالعمله الصعبه. المشكله مش هنا، المشكله انه 100% من الارباح راجعه لشركه بريتش غاز. تونس صفر من الارباح. وحاجه اخرى مهمه في حقل ميسكار اللي هو اذا كان ثم تنازع بين الدوله وشركه بريتش غاز، القضاء الانجليزي هو اللي بت في القضيه. الدستور كفل لنا احنا كشعب تونسي حق الاطلاع على العقود والبنود والاتفاقيات الممضاة فيما يخص الثروات الباطنيه. نحبوا تأميم البترول، ونحبوا الشعب يعرف شو عنده شو ما عندوش، ونحبوا محاسبة الناس اللي سرقت ونهبت الثروة الباطنية نتاعنا من عام 56. بارتاجي يا مواطن، بارتاجي وفيق غيرك. وينو الفوسفات؟ وينو البترول؟ وينو الملح؟ وينو الغاز؟ وين